قُمت اخترعت اختراع طلع قمة في الجمال والانبهار، بجد يا جماعة حاجة كده تحفة، وتجهز في 5 دقايق من غير فرن، من غير دوشة، من غير مكونات كتير، قد إيه سهلة وبسيطة، وطلعت بجد غاية في الجمال، الكاميرا ظلماها، حاجة كده روعة، لو قدمتيها قدام أي حد هيقول إن أنتِ جايباها من أحسن حلواني، وأفخم حلواني كمان، حاجة حلوة أوي سهلة وبسيطة وترطّب كده على القلب، ما تشبعيش منها أبدًا من جمالها وخفتها. وبسيطة وبطعم يجنن ومكوناتها رهيبة. يلا نسمي الله ونصلي على رسول الله. ندخل نشوف الطريقة. بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة جهزت حلة، وفي الحلة ديّة نزلت كده ب5 كوبايات من الحليب، 5 كوبايات من الحليب بالشكل ده، وعلى الحليب هانزل بنُص كوباية من السكر، وكان سكرها مضبوط جدًا، لو حابة تزودي السكر أكتر من كده السكر على حسب الرغبة، وعندي كمان علبتين من الكريم كراميل، فهانزل ببودرة الكريم كراميل وهاخلّي الصوص للآخر. هانزل كده بكيسين الباودر بتاع الكريم كراميل. مش قادرة أقول لكم يا جماعة المكونات قد إيه جميلة جدًا مع بعضها. تمام، بعد ما نزلت بالكريم كراميل بالشكل دوّة، هانزل كمان بقى بمعلقتين من الكاسترد، وهنا الكاسترد مع الكريم كراميل مع بقية المكونات يا جماعة هيدّوا طعم في النهاية يجنن. معلقتين كده من الكاسترد. وكمان معايا دقيق سميد، دقيق سميد دوّة دقيق سادة، دقيق سميد سادة من غير جوز الهند ولا أي حاجة، نزلت كده بكوباية من الدقيق السميد، وطبعًا ده دقيق سميد ناعم، ده اللي بنستخدمه في البسبوسة، وهاقلّب بقى كل المكونات ديّة على البارد، بصوا قد إيه المكونات بسيطة. هاقلّبها كده على البارد، بس مش قادرة أقول لكم بقى دقيق السميد مع الكاسترد مع الكريم كراميل مدّيين طعم حلو قد إيه. بعد ما قلّبنا كل المكونات دي على البارد رفعتها على النار، طبعًا على نار متوسطة، وهيفضل إيدي فيها كده باقلّبها بالمضرب السلك باستمرار علشان ما تلزقش منّي. وعلشان كمان ما تتكتلش معايا، نقلّبها كده علشان يبقى القوام كريمي، أول ما يبدأ القوام يتقل بانزل كده بمكعب من الزبدة أو معلقة من الزبدة، وكمان معلقة صغيرة كده من الفانيليا السايلة أو ممكن تستبدليها بفانيليا باودر عادي، وهنا كنت هدّيت النار خالص وهافضل أقلّب فيها كده لغاية ما الزبدة تدوب معايا، وبعد كده هاطفي النار على طول وكده القوام المضبوط الكريمي الخطير. جِبت بقى قالب أو ممكن تستبدليها بصينية مقاس 24. أنا كان عندي القالب ده والقالب ده برضه مقاس 24. قالب رخيص مش غالي وبيبقى موجود عند أي محل بيبيع مستلزمات مطبخ، حلو أوي بيطلّع الحاجة شكلها حلوة جدًا. ممكن تنزلي في أي قالب أو أي صينية بايركس أو أي حاجة شكلها حلو عندِك. نزلت في القالب بتاعي دوّة بكيس من الكريم كراميل، كيس من الصوص بتاع الكريم كراميل. وبعد ما نزلت بالصوص كده ووزّعته بفُرشة، هابدأ أنزل الحاجة الحلوة بتاعتي اللي هي السميد بالكريم كراميل بالكاسترد، وهاساويها كده بالspatula. طبعًا نزّلت كل الكمية بالspatula وساويتها كده علشان تاخد شكل القالب، وبدأت أخبط خبطتين كده علشان كلّها تتساوى بشكل القالب وتطلع لي بنفس الشكل ده. هاسيبها بقى تبرد خالص وتاخد درجة حرارة المطبخ. وأول ما تبرد وتاخد درجة حرارة المطبخ، هادخّلها التلاجة أقل حاجة ساعة، وساعتين تجهّزيها وتطلّعيها في طبق التقديم، بتكون تماسكت وبتكون حلوة جدًا. بُصّوا هنا بعد حوالي ساعتين خرّجتها من التلاجة، طبعًا بتحطّيها في التلاجة عادي، خرّجتها من التلاجة بُصّوا كانت فاصلة من الحروف إزاي، ونزلت معايا في طبق التقديم بمنتهى السهولة، ولا حاجة لازقة ولا أي حاجة، وكانت يا جماعة شكلها خطير، حلوة جدًا وممكن تسيبيها بشكلها ده. بُصّي شكلها عامل إزاي، بجد القالب دوّة بيطلّع الحاجة شكلها حلو جدًا، وكمان مش قادرة أوصف لكم طعمها والمكونات مع بعض بجد يعني حلو أوي مع بعض. دلوقتي بقى ممكن تزينوها وتكمّلوا تزيين بصوص الكريم كراميل التاني، اللي هو الكيس التاني، بس أنا كان عندي صوص شوكولاتة ودعيت ربنا كده إنه يكمل كده ويكفّي. والحمد لله كنت باضغط عليه كده وكانت الكمية طلعت مناسبة جدًا. حطيت كده عملت خطوط كده بصوص الشوكولاتة ادّى طعم حلو جدًا معاها. ممكن تستخدمي صوص كراميل أو أي صوص عندِك، وممكن تسيبيها زي ما هي، وممكن تستخدمي صوص الكراميل اللي هو الكيس التاني. وبعد كده بقى زينتها بقطع صغيرة كده من الفراولة، ممكن برضه تستبدلي الفراولة ديّة بموز أو بمكسرات، أي حاجة عندِك استخدميها. ممكن تستخدمي بشر شوكولاتة، كريم شانتيه، أي حاجة أنتِ حابة تحطيها حطيها.
دلوقتي بعد ما زينت كده بالفراولة، ممكن تستبدلي برضو الفراولة دي بتوت أو كريز، يعني المفضل عندك أو اللي تحبيه أو اللي موجود عندك ومتوفر حطيه. بصوا بقى الشكل يا جماعة، والله العظيم الكاميرا ظلماها، هي كانت أحلى من كده بكتير، بجد شكلها تحفة وهمي. بعد ما حطيت كده الفراولة، دلوقتي بقى هنقطعها ونشوفها مع بعض، بس أنا عايزة أقرب لكم الكاميرا علشان بجد أنا شايفاها في الحقيقة أحلى من الكاميرا. بصوا شكلها حلو ازاي. مش ممكن ابدا حد يشوفها عندك ويقول ان انت اللي عاملاها في البيت، هيقول ان انت جايباها من احلى واشيك حلواني. بصوا بقى دلوقتي هنقطعها مع بعض، قد ايه كريميه وبتدوب كده وخفيفه، وكمان طعمها حلو قوي، ما يتشبعش منها ابدا، يعني لو جربتوها مره هتعملوها على طول. بصوا بقى من جوه عامله ازاي بعد ما قطعناها، من غير فرن، من غير بيض، من غير دوشة، سهلة وبسيطة جدًا، وتطلع النتيجة النهائية حلوة أوي، ولو حتى عملتيها في أي صينية عادية وبسيطة هتطلع معاكِ حلوة جدًا كمان. بصوا بقى دلوقتي بناكلها بقى مع بعض كده رهيبة، بجد يا جماعة تحفة. جربوها يا حبايبي هتعجبكم جدًا، سهلة وبسيطة وحاجة حلوة كده وتطري على قلبنا في الجو الحر ده. أتمنى النهارده يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش يا حبايبي لايك كتير للفيديو عشان الفيديو يوصل لأكبر عدد، وتعليق حلو منكم، تعليقكم بيفرحني جدا، وشير كتير بقى للأصدقاء عشان كله يشوف الوصفة ويستفيد منها. الوصفة النهاردة حصري ومحدش عملها غيري أنا، دي اختراعي أنا واستحق عليها براءة اختراع، ولما تجربوها كمان ما تنسونيش في دعوة حلوة. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.